ازيكم يا فنانين، اخباركم عاملين ايه؟ معاكم مازن عجوز. فيديو النهارده ان شاء الله هنتعلم مع بعض ازاي ممكن نعمل الشكل بتاع صلي على النبي دي. تكون زي دلايه او تكون زي حاجه تتعلق على الحيطه او تنفع في عربيه او ما الى ذلك، بطريقه تكون سهله وبسيطه. اعذروني الفتره اللي فاتت ما كنتش بنزل فيديوهات على القناه بشكل مستمر. بس اهو رجعنا فيديو ان شاء الله يكون كويس وجميل ومفيد بالنسبه لكم. الحاجات دي تقدروا تعملوها، تتعمل كتوزيعات، تكون صدقة جارية وحاجة كويسة يعني. ان شاء الله ربنا يجعلنا سبب في الصلاة على النبي. وبمناسبة رمضان الكريم يعني كل سنة وانتم طيبين. نبدأ على بركة الله عشان ما اطولش عليكم. اول حاجة عشان نبدأ نعمل الشكل ده عندنا كذا طريقة نقدر ان احنا نطبق بيها الجزئية دي. طبعا احنا زي ما اتكلمنا قبل كده على الشغل الفلات او الشغل اللي هو اللي ينفع كدلاية، ينفع الحاجة على الحيطة، الكلام ده كله ما بيفرقش معانا مقاسات، لا يفرق معانا لا تخانة خشب، ولا يفرق معانا المشابيات او المقاس او ما الى ذلك. تمام، فعادي نقدر ان احنا نصمم على المقاس اللي يعجبنا، وبعد كده نقدر نكبر او نصغر بدون ما يحصل اي مشكله يحصل خلل. خلاص هنعمل الارضيه بتاعتنا وهنبدا نشوف هنشتغل عليها ازاي. اول حاجه احنا عندنا كذا طريقه ممكن ان احنا نطبق بيها الشكل ده. ممكن اول حاجه ان احنا نلغي الفريم الابيض اللي حوالين داير ونكتفي ان هي تكون كلها بالازرق. تمام، وده هوضحه في الاخر وهنشوف هنعمل ايه. بس خلينا في البدايه نبدا ان احنا نعمل الاسهم، نعمل الكلام ده كله بطريقه سهله. اول حاجه تعملها هتجيب اداه البين تول بعد ما عملنا الدايره، ونبدا ان احنا نحدد للسنتر بتاع الدايره بالشكل ده كده. اوكي، وطبعا هحددهم، اضغط على السي هنا، ده السنتر بدأ معايا من السنتر. وبعد كده بخش هنا على اداه ترانسفورم. طب اداه ترانسفورم مش موجوده معايا، مازن اعمل ايه؟ هتضغط على الزائد، تبدا انك تدور على اداه ترانسفورم، هتلاقيها موجوده عندك فوق هنا بالشكل ده. تقدر انك تحددها او تقدر تحمل الفايل بتاعي زي ما قلت لك موجود على القناه في اعدادات الكوريل درو. تمام، بحيث تسهل على نفسك الشرح وتسهل على نفسك الدنيا. تمام، بعد كده هاجي محدد الخط اللي عملناه ده، ونخش هنا على روتيت، وبكتب هنا 120. 120 ليه؟ انا عايز يبقى فيه 120 درجه، بعد كده خط، بعد كده 120 درجه، بعد كده خط. اوكي، فانا بعملها هنا 120، وبعد كده باجي على السنتر هنا، ببدا ان انا اخليها من تحت بحيث ان اللفه تبقى معايا من تحت، ده المركز بتاعي، يبدا هو يلف معايا. تمام، بخلي هنا الكوبيز بخليها 2، يبقى انا عندي الانجل بقت 120، وعندي السنتر خليته من تحت، والكوبيز بخليها 2، وبعد كده بضغط على ابلاي، بيبدا ان هو يقسم معايا الدايره لثلاث حتت. تمام كده كويس قوي، احنا كده حتى الان شغالين كويس والدنيا تمام تمام. هنيجي نعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنيجي نخش على اداه الكونتور. اداه الكونتور هتلاقيها موجوده على الشمال. تمام، بالشكل ده هنا كونتور تول، ممكن ما تبقاش كونتور، ممكن تلاقيها شادو. طبعا بتيجي ضغط على السهم الصغير وبتخليها كونتور. طبعا الكلام ده اتكلمنا فيه مليون مره قبل كده على القناه. تمام، بس وجب برضو التذكره يعني. تمام، هاجي اعمل كونتور، وبعد كده هضغط على كنترول كي، بعد كده باجي اعمل كونتور تاني من اول وجديد بالشكل ده كده. ممكن طبعا ان احنا نعمل الكونتور نزود العدد من فوق عادي، بس يعني ايه، مش فرقانه انا، عشان بس ما ادخلكمش في الكثير والكثير من الامور. تمام، بالمنظر ده كده تمام قوي. بعد كده هاجي اجيب اداه السمارت فيل. تيجي هنا عند الانتراكتيف فيل، بغير او بضغط على السهم اللي تحت وبخليها سمارت فيل بالمنظر ده، وباجي محدد جزء من الاجزاء بتاعتنا. تمام كويس قوي كده. احنا عملنا ايه؟ يعتبر كده احنا دخلنا على الشغل بتاع السهم، او يعني لحد ما بدأنا ان احنا نظبط موضوع السهم. ماشي خلاص، انا ما عدتش محتاج الدايرتين دول في حاجه. نبدأ بقى ان احنا نشتغل، نخلي ده سهم. اوكي، كويس قوي كده. احنا يعتبر عملنا اول سهم. ماشي، كنترول سي، كنترول في، وبعد كده باجي مغير النقطة خليها هنا على السنتر بتاع الدايرة، ونبدأ ان احنا نلف بيها بالشكل ده كده. بعد كده بضغط على كنترول سي تاني، وجاي برضو على السنتر. ماشي، وهاجي ساحب لورا بالمنظر ده كده. تمام كده كويس قوي كده. يعتبر انا خلصت الثلاث اسهم بتوعي بنسبة كبيرة، الدنيا معايا بقت تمام التمام. اجي ماسح اللاينات دي وكده تمام. الاسهم دي موجودة على جوجل، تقدر انك تحملها عادي يعني. بس انا قلت ايه، اقول لكم طريقة كده من ضمن الطرق، لعل وعسى تنفع في اي حاجة تاني. اغير هنا الالوان اخليها باللون الابيض، واجي ده هنا
خليه باللون الازرق بحيث ان احنا نتخيل الشكل معانا وصلنا لحد فين. طب انا دلوقتي لو حابب ان انا اضيف الكونتور الخارجي، هاجي اعمل ايه؟ هاجي ضغط على اداة الكونتور واجي مكبر سنة بالمنظر ده كده، ماشي، واضغط على كنترول او، ماشي، انا معمول 4، اوكي خليها 1، ونبدأ ان انا اكبر سيكا كمان، ماشي، واضغط على كنترول كي بالمنظر ده، ان انا عشان بس ايه لو حبيتوا ان احنا نعمل الكونتور الخارجي، ماشي. هاجي محدد الكونتور والجزء الداخلي، خليه باللون الابيض، اعمل له كومباين الاول، تمام، ونقدر ان احنا نضيفه كده من فوق بالشكل ده، تمام كده انا قدرت ان انا اعمل الكونتور الخارجي، تمام. طريقه سهله وبسيطه. طب نيجي بقى عند كلمه صلى على النبي، احنا ممكن نعملها مدموجه او نعملها كلها تبقى لازقه في بعض، ماشي، بحيث ان احنا نقدر نلزقها بطريقه سهله على النبي، اوكي، عليه افضل الصلاه والسلام. نشوف بقى الفونت اللي يكون ماشي معانا كويس. في فونتات كتير بس احنا هنحاول زي ما قلت لكم ان احنا نشوف فونت يكون كويس معانا، يكون سهل ان احنا ندمجه. اعتبر ده تمام بالنسبه لي، حلو قوي. وبعد كده بضغط على حرف ال W. ممكن ما يظبطش معاك، لو انت مش عامل الاختصار تقدر ترجع لفيديو الاختصارات هتلاقيه موجود على القناه، تمام. الغرض من الحاجات دي ان احنا عشان ما تقعش تبقى سهله في التجميع او التقفيل، ونحدد كله مع بعضه، نضغط على حرف ال W برضو تاني، وبكده نبقى قدرنا ان احنا نعملها بطريقه سهله وبسيطه. ممكن نقرب بقى الدنيا شويه من بعض بالمنظر ده كده، ماشي، ونبدأ ان احنا نقص الكلام ده. خلاص كده متشكرين. ممكن طبعا ان احنا نضيف دايرة هنا تتقص بحيث تنفع كتعليقة. هنا نبدأ بقى ان احنا نحدد المقاس. انا مثلا هخليها وليكن 20 سنتي، اجي محدد هنا وكاتب 20 بالمنظر ده، وابدأ ان انا ارص الشغل بتاعي. طبعا انا هنا هبدأ اخد نسخة من الكلام ده كله، الشكل اللي عملناه بالكامل. طبعا انا ممكن اشيل الكونتور بصراحة، هكتفي بدي بس، ماشي. فهشيل برضو الكونتور من هنا، نشيلها كلها خالص بالمنظر ده كده، وابدأ اشيل الجزئية الزرقاء دي، ماشي، اشيل دي طبعا فوق، واجي محدد الكلام ده هنا نو فيل اوتلاين، حدده تاني اوتلاين بالمنظر ده كده. كده انا عندي ده اللي هيتقص بالابيض، تمام. طب هنا هنعمل ايه؟ هنا احنا مش هينفع ان احنا نقص الكلام ده، لان انا لو قصيته ممكن ان انا اقصه والزق فيه ظهريه بيضه، لكن انا عايز الزق الابيض عليه بحيث يبقى شكله اجمل. وان شاء الله هنشوف اللزق مع بعض في الاخر، تمام. فانا هدي ده لون مختلف بالمنظر ده كده، واجي هنا خليه نو فيل، تمام. يبقى عندي هنا الاسود ده هيكون قص على البرنامج بتاع الماكينه، والاحمر ده هيكون مجرد اللي هو انجريف لا اكثر ولا اقل. هنا برضو نفس الكلام. ممكن هنا لو انا مش حابب ان انا برضو كنوع من انواع توفير الوقت، ممكن ان انا ابدا اشيل مثلا جزئيه زي كده، او هاجي هنا اعمل بريك كيرف ابارت، وابدا ان انا اشيل اجزاء معينه. يعني مثلا على سبيل المثال ممكن اجي هنا شايل الكلام ده كده المنظر ده كده. ايه الغرض من الكلام ده؟ الغرض ان احنا كنوع من انواع توفير الوقت، ومجرد ان هو بس ده علام ليك بحيث انك تقدر تلزق الشغل بتاعك بطريقة تكون سهلة وبسيطة، تمام. انا مثلا ممكن هنا اشيل الكلام ده كده. انا اعطيت مجرد علامات اقدر ان انا الزق بيها الحاجات كلها. ممكن برضو ان انا اشيل من الاسهم دي، هبقى اشيل انا الكلام ده كده. كان الجزء اللي هو الشرح. ان شاء الله نبقى نصور كده على الشغل على المكنه، ونبدا ان احنا نلزق فيه واوريكم الفاينل برودكت قبل ما نسلم. وبس كده، كل سنه وانتم طيبين، ما تنسونيش بالدعاء. كان معاكم مازن عجوز، دمتم بخير، والسلام عليكم.